السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بحلقة جديدة من قناة الشارع الألماني مع محمود التلباني. Der Akkusativ. النهاردة يا شباب الحلقة هتبتدي تكون من أصعب الحلقات وأول حلقة يعتبر في الجراماتيك أو دي linguistic im Deutsch في اللغة الألمانية. Der Akkusativ هو حالة المفعول به زي كده عندنا في اللغة العربية، أو حالة النصب اللي هي بيكون الشيء فيها منصوب. فالنهاردة إن شاء الله أنا هلخص لكم الديا أكوزاتيف إن ديا كابسل، يعني في كبسولة. هنتكلم على كل ما هو يخص أو يتعلق بالأكوزاتيف إن شاء الله في الحلقة ديت، وهسيب لكم كمان في الآخر الهاوس أوف جابه من الموقع بتاع جوتا، هتحلوها ان شاء الله وهتحسوا ان الموضوع سهل جدا جدا جدا. ما تستصعبوش على نفسكم، انا حاسس ان في ناس كتير جدا بتستصعبوا، ولكن ان شاء الله في خلال الحلقة ديت كل شيء هيبقى تمام فيما يتعلق بالديا اكوزاتيف. طيب خلونا في البداية نشوف ايه النقط اللي احنا هنتكلم عليها بحيث انك انت تكون فاهم احنا هنمشي ازاي. عندنا هنا هوت انهالت يعني الملخص، هنتكلم على الاكوزاتيف البشتمت ارتكل ام اكوزاتيف، يعني الأداة المعرفة في حالة المفعول به. الانبشتمت ارتكل ام اكوزاتيف الأداة النكرة في المفعول به. Wir fragen oder Fragpronomen im Akkusativ الأدوات الاستفهامية ازاي بتبقى في الأكوزاتيف. البيرسونال برونومن ام اكوزاتيف الضمائر الشخصية. البوسيسيف ارتكل ام اكوزاتيف والنيجاتيف ارتكل ام اكوزاتيف. طيب كل دوت ان شاء الله هنتكلم عليه في الحلقة ديت، ولكن طبعا خلونا نبدأ بأول نقطة معانا وهي البشتمتا ارتكل ام اكوزاتيف. هنلاقي هنا بشتمت ارتكل ام اكوزاتيف احنا عارفين ان الجشلشت بتاعت الادوات عندنا قلناها في اول حلقة خالص، ماسكولين oder ماسكولينوم، نويتروم، فيمينينوم، بلورال. ماسكولينوم اللي هو المذكر، نويتروم اللي هو المحايد، فيمينينوم اللي هو المؤنث، بلورال يعني الجمع. في النوميناتيف اللي هو حالة الرفع اللي اتكلمنا عنها، كان المذكر بياخد der، المحايد das، المؤنث دي، والجمع دي. ايه بقى الاكوزاتيف؟ الكلمة لو اداتها der بتبقى den، لو اداتها das بتفضل das، لو اداتها دي بتفضل دي، ولو اداتها دي بلورال جمع بتفضل دي. طيب مع المثال يتضح اللي احنا عايزين نقوله. مثلا لما اجي كده اقول لك بالعربي انا شفت الرجل، فالرجل هنا دوت هو من وقع عليه فعل الفاعل، انا فاعل، شفت فعل، الرجل مفعول به، صح؟ ده كده عربي. فالجيرمان هيبقى كده برضو، ايش الفاعل، زي الفعل، وديرمان المفعول به، فمن أداتها دير، ففي الدير في المفعول به بتبقى دين، فهنكتب دين، يبقى أنا شفت الرجل. جميل. ازاي دين من، ازاي دين من، أنا شايف الرجل. جميل. فلازم حضرتك تكون فاهم النحو بتاع العربي علشان تعرف تترجم، فانت لازم بتترجم من نحو عربي لنحو لغة تانية، فحضرتك لازم تكون فاهم ايه هو المفعول به في اللغة العربية البداية. طيب نكمل بالأمثلة عشان الموضوع يسهل معانا. لما عايز اقولك wir suchen das zu، wir suchen das zu، طب ليه هنا بقت das؟ هقولك تعال نحلل الجملة. wir الزوبيكت اللي هو الفاعل، suchen الفيرب، والداس زو هي المفعول به. نحن نبحث عن الحديقة، نحن فاعل، نبحث فعل، الحديقة مفعول به، فالزو أداتها داس، ففي الأكوزاتيف داس بتفضل داس، فهتبقى داس زو. طيب لما أقول لك du fragst نقط فراو wie geht's، أنت تسأل المرأة كيف حالك أو كيف الحال، فهتبقى أنت، تعال نحللها، فاعل، fragst فعل، فراو مفعول به،
من وقع عليها فعل الفاعل، هي اللي وقع عليها السؤال. ففراو أداتها دي، ففي الأكوزاتيف بتبقى دي. جميل. طيب لما اجي اقول لك ليست نقط بوشا، يعني هو يقرأ الكتب، فالكتب هنا دي الجمع، والزنجلة منها بوخ، داس بوخ، ولكن هنا بلوغال بوشا أداتها دي، فالدي الجمع بتفضل دي، فهنكتب دي. طيب سؤال كده بقى في السريع، لبت إيه نقط كينو عشان تبقى سؤال، هل أنتم تحبوا السينما؟ فكينو أداتها داس، ففي الأكوزاتيف داس بتفضل داس زي ما هي، فهتبقى ليبت إيه داس كينو، هل انتوا بتحبوا السينما؟ الموضوع سهل لحد دلوقتي، لو حد عنده اي مشكلة او اي صعوبة اكتب لي في الكومنتس وانا هسهل لك الموضوع اكتر ان شاء الله. ولكن هو الموضوع سهل، عندك الجدول اهوت، وعندك انك انت بس تحلل الجملة بكل بساطة. نخش على تاني نقطة، عندنا الأونبشتيمتا ارتكل ام اكوزاتيف، الأداة بقى النكرة. طب تعالى نفتكرها، الجشلشتا عندنا الماسكولين نويتروم فيمينينوم بلورال، النوميناتيف قلنا في المذكر بتبقى اين، في المحايد بتبقى اين، في المؤنث بتبقى اين، وفي البلورال قلنا مفيش. طيب في الاكوزاتيف برضو المذكر بس هو اللي بيتغير، اين بتبقى اينن، نويتروم بتفضل اين، والاين بتفضل اين في المؤنث، وطبعا الجمع مفيش. طب ناخد مثال، مثلا اقول لك ich sehe einen Mann، ich sehe einen Mann يعني انا شايف رجل، هنا بقى بمعنى رجل، ich sehe einen Mann، فهنا عشان الرجل أداتها der، ولكن هنا مفعول به، فبتبقى einen، الأين بتبقى einen، يعني أنا شايف رجل. جميل. طب لو عايز أقول أنا شايف رجالة، الرجال جميعا، أقول إزاي منا، مفيهاش ملهاش أي أداة، إزاي منا، هنا بلوغال. طيب ناخد مثال كمان، إزاي ein Kind، إزاي ein Kind، kind أداته das، فالunbestimmte Artikel بتبقى ein، فهنا مفعول به الأين بتفضل ein، فهقول إزاي ein Kind، إزاي ein Kind، أنا شايف طفل. جميل. فهنا أنا فاعل، شايف فعل، طفل مفعول به. طب لو أنا عايز أقول أنا شايف أطفال هتبقى إيه؟ إزاي كندا، إزاي كندا بلوغال، مفيش أي أداة خالص. طيب إزاي eine Frau، هتقولي ليه بقت eine؟ تعال نحلل، إيش يعني فاعل أنا، زي يرى فعل، فراو امرأة، فراو أداتها دي. طيب هنا عايزين نقول امرأة مش المرأة، عايزينها تبقى اللي هي أداة نكرة، فهتبقى هنا هوت eine، وفي الأكوزاتيف eine بتفضل زي ما هي eine. طب سيدات، أنا أرى سيدات، ich sehe Frauen بلغال، ich sehe Frauen، مفيش أي أداة هنا هوت، يعني سيدات، أنا أرى سيدات. حلو كده. طيب لو عايز أقول هنا هوت ich möchte نقط كافيه، هتبقى إيه؟ هنا طبعا ديت مش سؤال، ich möchte نقط كافيه، فالكافيه أداته der. حلو. فهنا بيقول أنا أريد نقط كافيه، يعني قهوة، أنا عايز قهوة، أنا فاعل، أريد فعل، قهوة مفعول به، فهنا عايز يقول قهوة يعني اللي هي أداة نكرة، فهتبقى einen، لأن أداتها der، فهنا أكوزاتيف مفعول به، فأين بتبقى einen، فالإجابة بقت einen. موضوع سهل جدا يا شباب. ده بالنسبة لتاني نقطة معانا. تالت حاجة معانا، لو حابب ان انت بقى تسأل عن حاجة مفعول به، مثلا احنا عندنا فاس يعني ما او ماذا الغير العاقل. جميل. wer يعني من للعاقل الفاعل في حالة النوميناتيف.
طيب في الأكوزاتيف بقى، لو عايز تسأل عن شخص في محل المفعول به اللي هو الأكوزاتيف، بتبقى فين فين فين. طيب تعالى ناخد مثال عشان يوضح. زي ما كنا بنقول wer ist das، ده هنا في حالة النوميناتيف، من يكون هذا، فهذا هنا هو دوت الفاعل ذات نفسه. وزي ما قلت لكم sein الفيرب sein وبلايبن دايما بيعمل نوميناتيف. طيب امتى بقى يكون فين؟ لما اجي اقول لك مثلا wen magst du، wen magst du. تعال نحلل الجملة. magst الفيرب الفعل، ودو هنا هو الفاعل، حتى الفيرب اهو متصرف معاه فهو ده الفاعل. فانا عايز اسأله انت معجب بمين؟ فهنا بمن هنا مفعول به اهو، هنا ده الفاعل وده الفعل، وده هنا بقى السؤال في صيغة المفعول به. طب هنعرفها منين؟ هتبقى في الجواب، فهيقول لك مثلا ich mag die Frau، ich mag die Frau das Kind und den Mann. أنا معجب بالمرأة والطفل والرجل. فهتبقى Frau أداتها دي، فهتفضل دي في الأكوزاتيف، وكند أداته das هتفضل das في الأكوزاتيف، ومن أداته der فder بتتحول لدين في الأكوزاتيف، عشان كده كتبنا دين. يبقى هنا دولت وقعوا في محل المفعول به، المرأة والطفل والرجل، فعشان كده لما بتسأل عنهم بتسأل عنهم بفين. مادام انت بتسأل عن شيء هيقع في الإجابة محل المفعول به هتسأل عنه بفين. موضوع سهل كده يا شباب. فهنقول فين magst du، بمن تعجب، انت معجب بمين. خلونا نكمل. البيرسونال برونومن ام اكوزاتيف، الضمائر الشخصية في الاكوزاتيف. ايش بتبقى مش، دو بتبقى ديش، er بتبقى ihn، es بتفضل es، sie بتفضل sie هي، wir بتبقى uns نحن، sie هم بتفضل sie، sie حضرتك بتفضل sie، ihr أنتم بتبقى euch. طيب ناخد مثال زي الكلمة المشهورة بيقولك ich liebe dich، ich liebe dich يعني أنا أحبك. هنا الكي ديت أحبك بتبقى ديش اهي. طيب ليه؟ أنا الفاعل، ليبه الفعل، وديش الأوبجكت اللي هو المفعول به. فهنا الدو في المفعول به بتبقى ديش، فهتبقى إيش ليبه ديش يعني أنا أحبك. أنا بحب مين؟ اللي هو أنتي، فهنا وقع عليها فعل الفاعل اللي هو هي اللي بتتحب. جميل. طيب سؤال تاني أو مثال تاني. magst du mich، magst du mich هل أنت معجب بي؟ magst du mich بي هنا هو هي مش. ليه؟ لأن هنا مفعول به، إيش بتبقى مش. طيب ليه؟ تعال نحلل الجملة. magst du يعني هل أنت معجب، فهنا magst هي الفعل ودو هي الفاعل وبرضو الفعل بتصرف معاها. معجب بقى بمين؟ بي أنا، فهتبقى المفروض إيش، ولكن هنا في حالة الأكوزاتيف فبتبقى مش. هل أنت معجب بي؟ magst du mich. تمام. نكمل معانا. هنلاقي بعد كده عندنا البوسيسيف ارتكل ام اكوزاتيف، ادوات الملكية في حالة المفعول به. طبعا احنا خدنا درس ادوات الملكية. هنا ايش بتبقى mine، دو بتاخد dein، er و is sein، sie هي بتبقى ihr، wir بتبقى unser، ihr بتبقى euer أنتم، ihr بتبقى من sie هم، وإيه بتبقى زي حضرتك. دي أدوات الملكية بتاعتهم. إذا جاء بعدهم كلمة أداتها der بنضيف ان.
ده كل الموضوع. كمان مرة، لو جه بعدهم كلمة أداتها der بنضيف لهم en في حالة الأكوزاتيف. طب ناخد مثال. هقول لك zum Beispiel hast du meinen Hund؟ هل كلبي معاك؟ هل أنت بتمتلك كلبي؟ يعني كلبي معاك. Hund أداته der، فأنا عايز أقول كلبي فهقول mein Hund. طيب ولكن هوند هنا جه في حالة المفعول به، هتقول لي ازاي؟ تعال نحللها. hast فعل، du أنت الفاعل، mein Hund مفعول به، فهتبقى mein هنضيف لها en فهتبقى meinen، عشان هنا بقى في حالة المفعول به الأكوزاتيف وقع عليها فعل الفاعل. طيب كمان مرة هقول لك مثلا هنان hat meine Katze. Katze أداتها دي، جميل، فبنقول meine Katze عادي جدا. ليه؟ لأن هي أداتها دي. حنان فاعل Subjekt، hat Verb فعل، meine Katze مفعول به، ولكن الأداة دي فبنضيف ايه عادي جدا زي حالة النوميناتيف. طيب هقول لك ايه تاني. haben Sie ihren Mantel؟ haben Sie ihren Mantel؟ هل لدى حضرتك معطفها؟ معاك الجاكيت بتاعها؟ Mantel أداته der، فهتبقى ihren هنضيف en لأن أداته der، وهنا في حالة الأكوزاتيف اللي هو المفعول به. هتقولي ليه؟ هنحللها. haben فعل، sie فاعل، ihren Mantel مفعول به وقع عليه فعل الفاعل. طيب آخر مثال هقول لك heute besuche ich meinen Onkel. سوف أزور عمي اليوم. Onkel أداته der، وهنا في حالة المفعول به، فأنا عايز أقول mine يعني عمي الملكية، ولكن في حالة المفعول به بنضيف en لو الكلمة هنا أداتها der. فأقول لك heute besuche ich meinen Onkel. heute besuche ich meinen Onkel. موضوع سهل، او لسه اي حد عنده صعوبة يكتب لي في الكومنتس وانا ان شاء الله سهل الموضوع اكتر. اخر حاجة بقى معانا النهاردة هي negative article im accusative. طيب احنا نعمل مراجعة سريعة. في النوميناتيف في الماسكولينوم كانت kein، نويتروم kein، فيمينينوم keine، بلورال keine. الاكوزاتيف كالعادة kein هتبقى keinen، والباقي هيفضل زي ما هو، زي الجدول ما موجود كده قدامكم. طب ناخد أمثلة. هقول لك نفس المثال ich sehe keinen Mann. طب ليه keinen؟ أنا عايز أقول أنا مش شايف أي رجل هنا مثلا، أنا مش شايف أي رجل، فأنا بقول أنا sehe يرى، عايز أقول مش، فهنا kein زي ما قلتها لكم في حلقة النفي في النوميناتيف، فكاين، ولكن من أداته der، فلازم نشوف هل هنا ده مفعول به ولا لا. فنقول هنا ده فاعل وهنا دوت مفعول به من وقع عليه فعل الفاعل. انا شايف مين؟ مثلا الرجل هنا، فهو دوت هنا محله مفعول به، فهتبقى كاينن لو عايز انفي ان انا مش شايف رجل هنا. طب لو هنفي في حالة الجمع هقول ich sehe keine Männer. ازاي keine Männer؟ يعني انا مش شايف اي رجالة هنا. طيب مثال كمان ich sehe kein Kind. kind أداته das. حلو، ف das في النويتروم اللي هو المحايد بتبقى kein، ففي الأكوزاتيف برضو بتفضل kein، فخلاص هنكتب kein ganz einfach يعني بكل سهولة. طب لو عايز أقول أنا مش شايف أطفال ich sehe keine Kinder. ich sehe keine Kinder بلورال تفضل keine زي ما هي، ده لو أنا عايز أنفي. طيب ich sehe keine Frau. Frau أداتها دي،
فعايز اقول لا مرأة، عايز انفيها فبقول كاين، ولكن عشان اداتها دي بنضيف ايه، ده في النوميناتيف. في الاكوزاتيف برضو بتفضل زي ما هي فهتبقى كاينة. هنا طبعا هنا في حالة الاكوزاتيف عشان وقع عليها فعل الفاعل، هي ديت اللي انا بشوفها. فلو عايز اقول انا مش شايف سيدات هنا هقول ich sehe keine Frauen بلوغال. في البلوغال keine بتفضل keine. ما عليك انك انت تحفظ الجدول والموضوع بسيط جدا. طيب لو انا عايز اقول انا ما عنديش كلب هقول ايه؟ ich habe نقط Hunde. ما عنديش، عايز انفي في نفس الوقت، فهقول هوند، هحللها كده كتفكيري، اداته ايه؟ اداته der. فهتبقى لازما نشوف هل هي اكوزاتيف ولا نوميناتيف، فهنحللها. ich فاعل، habe verb، وكنت كلب، انا لدي كلب. فايه اللي انا بمتلكه؟ كلب. فالكلب دوت هنا مفعول به، فهقول ما عنديش بقى كلب فهقول كاين، ولكن كلب أداته der وهنا مفعول به، فكاين بتبقى كاينن فهقوم ضايف ال an. يبقى أنا ما عنديش كلب. موضوع سهل يا شباب. طيب نعرف منين الموضوع سهل ولا صعب؟ أنا جايب لكم هنا هوت أسئلة بتاعت معهد جوتا، وطالب منكم ان انتوا تحلوها وتكتبوا لي في الكومنتس تحت لو في اي حاجة انتوا مستصعبينها او مش فاهمينها او شاكين فيها، اكتبوها لي في الكومنتس وانا ان شاء الله هجاوب عليك اذا كانت صح ولا لا، واذا كنت انت فاهم او لا هشرح لك تاني القاعدة. طيب نشوف الاسئلة. Übung zum Nominativ هنا دوت في البداية، بحيث ان هي تقوي بس عندك ملحوظة والفكرة بتاعة الارتيكل ده ودي وداس، ان هي موضوع مهم جدا. ولو انت الارتيكل اللي هي الاداة بتضايقك في اللغة الالمانية، انا كنت عامل حلقة مخصوص عن انك انت ازاي تحدد اداة الكلمة، هتلاقيها في سلسلة الفيديوهات بتاعة الA1، مهمة جدا لازم تتفرج عليها، هتسهل عليك جدا معرفة اداة الكلمات. طيب فهنا هيقول لك مثلا Übung Nummer 1 setzt den Nominativ mit dem bestimmten Artikel der, die, das. فانت مثلا هنا 1 بيقول لك نقط Katze schläft auf dem Sofa، يعني قطة تنام في السوفا اللي هي الكنبة، فهتقول كاتسة، هتشوف أداتها der ولا das ولا دي وتكتب. طبعا كاتسة هتبقى أداتها دي، وهكذا هتكمل على النمط دوت. هنيجي هنا للأكوزاتيف antwort mit den Personalpronomen in Akkusativ بالضمائر الشخصية في حالة الأكوزاتيف. فهيقول لك مثلا heiratst du Peter، انت متجوزة بيتر. 9 نقط أنا مش متجوزاه. فهنا بيتا عشان هو مذكر فبتبقى هو، فهنشوف في الأكوزاتيف بتبقى ايه. تمام، فهتبقى 9 ich heirate ihn nicht، لأ أنا مش متجوزاه. فهنا الفكرة كلها ان هي هتبقى إين ولا ديش ولا إيا ولا أويرا ولا أونس ولا الكلام ده كله، فهتكمل على نفس النمط. ولو أي حاجة وقفت معاك على طول في الكومنتس تحت. طيب آخر حاجة معانا برضو من معهد جوتا، بيقولك هنا هوت was passt zusammen ordne zu، يعني وصل الكلام ده كله. عندنا أول حاجة يقولك siehst du eine Frau، هتختار nein ich hab kein Kinder، nein ich hab keinen Freund، nein ich sehe keine Frau، nein ich suche keine Buch. فهتبتدي توصلهم ببعضيهم. وهنا آخر حاجة هيقولك ich hab نقط Hund، هتجاوب ب kein oder keine oder keinen، وبس كده. ده هيكون الأسئلة والهاوس اوف جاب بتاع الحلقة النهاردة. الموضوع سهل جدا ولكن محتاج ممارسة، ومحتاج انك انت تكون عارف حالة المفعول به في اللغة العربية عشان تسهل عليك، وطبعا الأدوات زي ما قلت لك.
ولو لسه في اي حاجة واقفة قدامك، ده كده كان درس الاكوزاتيف بكل جوانبه، بكل المشتقات بتاعته في اللغة الألمانية. اتمنى ان شاء الله ان الحلقة تكون عجبتك، ومش عايز اطول عليك اكتر من كده. فلو في اي مشكلة او اي صعوبة اكتب لي في الكومنتس تحت اي حاجة تخص الدرس دوت او اي حاجة تخص اللغة الألمانية، وانا ان شاء الله هجاوب عليك. Wenn dir dieses Video gefallen hat und etwas davon gelernt hast, bitte vergiss nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. لو عجبك حلقة النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتشير الفيديو على جروبات أو أي ناس تعرفهم عشان الفايدة تعم. وأشوفكم بعدين يا شباب. السلام عليكم.